نسمي الله يا ست الكل. عملت معاكم طريقة الرز بالشعرية يا ست الكل، طريقة بسيطة وسهلة ومفلفل يا ست الكل قدام منكم. دلوقتي معايا معلقتين سمنة ومعلقتين زيت، وهنحط الشعرية بتاعتي حسب كمية الرز بتاعتي. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد. تنسونيش في متابعة ولايك وكسبلور حبيبة قلبي. ودلوقتي حطيت معلقة من الكمون وقلبتها تقليبة كويسة. شايفة الجمال والحلاوة يا ست الكل؟ شايفة الشعرية والطعم لغايه ما يكون لونها ذهبي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده غسلت الرز بتاعي غسله كويسه ونزلت عليه بالشعريه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وشوحتهم تشويحه كويسه. وبعد كده يا ست الكل كنت غاليه الميه بتاعتي ونزلت عليها بالرز. وشايفه الجمال والحلاوه يا حبيبه قلبي. وما تنسونيش في متابعه ولايك واكسبلور يا ست الكل. بعد كده بنزل بقى بمعلقه من الملح وبقلب تقليبه كويسه، وغطيت الرز بتاعه وصحتين وعافيه على قلبه. شايفه الجمال والحلاوه حبيبه قلبي؟ شايفه مفلفل زي العسل ازاي؟ وصحتين وعافيه على قلبه. تقدميه بقى جنب لحمه، جنب فاصوليا او لوبيا، وصحتين وعافيه على قلبه. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد. تنسونيش في متابعه ولايك واكسبلور يا ست الكل. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد.